استقبل الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد العريفي الداعية السعودية والأستاذ المساعد بجامعة الملك سعود لشكره على الروح الطيبة التي بدرت منه تجاه مصر والخطبة التي ألقاها أمس في مسجد عمرو بن العاص. كما ثمن قنديل دعوة الدكتور العريفي للمستثمرين العرب بالقدوم إلى مصر لاستثمار أموالهم وإقامة المشروعات التي تساعد على حل أزمة البطالة بين الشباب المصري. كان لقائي حقيقة مع معالي رئيس الوزراء لقاء في غاية الروعة، وجرى نقاش بعض الأمور التي تهم بإذن الله تعالى المصلحة العامة، وأسأل الله تعالى أن ينفع بذلك. وأنا استفدت حقيقة من الحوار كثيرا من خبرته الواسعة في الحياة وفي التعامل مع أمورها، وأسأل الله تعالى لمصر ولأهلها أن يسوق إليهم الخير وأن يوحد قلوبهم مع جميع بلدان المسلمين عامة ومع المملكة بلاد الحرمين خاصة. ساعدنا بلقاء فضيلة الشيخ، والحقيقة كان 3 حاجات. يعني الحاجة الأولانية قلنا له جزاك الله خيرا، ومن قال جزاك الله خيرا فقد أوفى في الجزاء، فهو الحقيقة أسعدنا بخطبه اليومين اللي فاتوا دول وما قبل ذلك، وأظهر أنه هو أحد محبي تراب هذا الوطن. أيضا يعني قلنا له بعتنا معاه رسالة حب للشعب، في شعب المملكة الشقيق وللملك، وإن شاء الله دوام المحبة بين الشعبين الشقيقين وتوحد جميع الشعوب العربية والإسلامية بإذن الله سبحانه وتعالى. جزاك الله كل خير يا شيخ، شكرا جزيلا.